بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من بين طرق علاج ضعف النظر هي ارتداء النضارة أو ارتداء العدسات اللاصقة، ولكن كتير من الناس بتتضايق منهم، سواء العدسات لأن هي ممكن بتعمل حساسية في العين، العدسة تقع أو تتكسر أو إنها ممكن تتشرخ وما إلى ذلك. كمان النضارة في بعض المشاكل كتير بتواجه اللي لابس نضارة، إن هو لازم ياخد باله منها، ممكن تقع تتكسر، لازم يجددها كل 6 شهور أو سنة، وبتغير شوية الشكل. طيب المشكلة في الاتنين إن هم خلاص عايزين يستغنوا عن النضارة ويستغنوا عن العدسات اللاصقة، والحل هنا في عمليات تصحيح الإبصار المعروفة بعمليات الليزك أو الليزر. بعض الأطباء أثنوا عليها وقالوا إن هي عمليات كويسة جدا وبتريح المريض وبتخليه يستغنى عن النضارة أو عن العدسات اللاصقة، وبيكون حر طليق كده وبتعدل النظر وبيكون نظره قوي جدا. لكن بعض الأطباء من جانب آخر قالوا لا، هي بالرغم ان هي ليها ايجابيات ولكن في سلبيات اخرى بتسبب ضعف في القرنية او ما الى ذلك من الامور السلبية او الاثار السلبية اللي بتحصل من عملية تصحيح الابصار الليزك. حلقتنا اليوم من برنامج قوارير هنتكلم عن عمليات الليزك، يا ترى ايه هي وكيفيتها ازاي بتتم، والإيجابيات والسلبيات، وهل في عمر محدد لهذه العمليات ولا لأ، وكمان نصايح مهمة جدا لو عملت العملية. بعد العملية ايه هي النصايح؟ هنعرف كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الدكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصريات. أهلا ومرحبا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. أهلا. انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات تصحيح الإبصار بقوة كبيرة جدا جدا ما بين الشباب وما بين أعمار أكبر شوية، والبعض كان بيتكلم عن هل في إمكانية أصلا أنها تتعمل للأطفال ولا لأ. قبل التفاصيل دي كلها خلينا نتكلم مع حضرتك ونعرف تعريف مبسط لكل المشاهدين والمتابعين عن ما هي عمليات الليزك أو تصحيح الإبصار. عمليات تصحيح النظر هي إعادة تشكيل السطح القرنية بالليزر بواسطة الليزر. مم. بيشكلوا سطح القرنية، فبالتالي بتغير من تحدبها وإعداداتها وتخليها، يعني إذا كانت أكثر تحدبا مثلا بيكون أكثر شيء عنده قصر نظر أو انحراف في درجات معينة، بيتم تصحيحها وتتغير الدرجات هذه مم. ويتصير صفر، فبالتالي تعمل مقام أو تقوم مقام النظارة، مم. بتخليه يشوف مضبوط، وبتوصل الضوء زي ما تكلمنا في المرة فاتت لمركز البصر في الشبكية. مم. طيب هل عمليات الليزر هي منوطة بإن احنا نخلي النظر قوي؟ هل فعلا هي بتخلي النظر 6/6 ولا هي بتعالج أكتر من حاجة مش ضعف البصر بس؟ لا، هي بتعالج بس ضعف البصر، بتحل محل النظارة والعدسات اللاصقة. مم. يعني لو واحد مثلا نظره مش ما هو واصل 6/6، عمليات التصحيح ما بتخليه يوصل 6/6، بتديه نظره اللي مم. هو بيشوف بيه بالنظارة. يعني يعني مقولة هي إن بديلة. عمليات الليزر بتخلي النظر 6/6، المقولة دي مش صحيحة. لا، مش صحيحة. مم. مش صحيحة. تمام. هي بتقوم مقام النظارة، بتبادلها. اللي كنت تشوف بيه بالنظارة ونظارتك مظبوطة هتشوف بيه بالليزر. اه طيب احنا معانا صور هتعرض معانا خلال الحلقة الآن على الشاشة، هنتابع مع حضرتك فيها وتشرحي لنا عليها أكتر. خلينا نشوف بقى أولا السن المناسب لعمليات الليزر، لأن في أطفال بيكونوا مولودين بمشاكل في النظر وبيكونوا حبايبي بيبي خالص ولابسين نظارات، والنظارات بتكون سميكة جدا. هل العمر ده ممكن يتعمل له عمليات ليزر؟ هل مثلا عمر الإعدادي الثانوي ولا في عمر محدد هو اللي مسموح بيه لعمليات الليزر؟ لا، في عمر محدد مسموح لعمليات الليزر، اللي هو يتراوح من 18 ل 21 سنة. مم. أصغر من كده ما نقدر، لسه نمو العين بيكون ما اكتمل
ما ثبت بمعنى صح، فما نقدر نعمل ليزر لناس أصغر من كده. اه. بنتأكد من ثبات درجات النظر، بنعمل فحوصات كثيرة عشان نعرف هل الشخص ده مناسب إنه يتعمل له تصحيح ولا لا. بس بشكل عام من 18 إلى 21 سنة تقريبا. 18 ل 21 يعني آه. ممنوع نهائي قبل كده، لان زي ما حضرتك بتقولي لسه نمو الطفل بيكون لسه شغال وما ينفعش ان يتعمل له العملية دي. لا لسه فعلا ما مم. بيتعملوا العمليات هذه وهو طفل. ممتاز جدا. طيب هل في سن ال 18 وال 20 اللي حضرتك قلتي ان مسموح بيهم العملية دي، ممكن يكون في بعض الحالات حضرتك كطبيبة تقولي لا الشخص ده او المريض ده ما ينفعش ان يتعمل له عملية الليزر، ويا ترى بتكون ايه الاسباب؟ آه فعلا في حالات ما ينفع يتعمل ليزر حتى لو عدى 21 سنة، زي أشخاص مرضى القرنية المخروطية. امم. آه الستات الحوامل والمرضعات بن ما بنقدر نعمل لهم تصحيح لأنه بيكون في تغييرات هرمونية في الجسم والدنيا ما ثبتت. عندنا أصحاب مشاكل النظر اللي ما تتحل أو المزمنة زي الموية الزرقاء، اللي هي الجلاكوما، المياه البيضاء، بعض أمراض الشبكية. آه كمان أشخاص اللي عندهم سكري. في حال حبينا إنه نعمل تصحيح نظر لمرضى السكري، نتأكد إنه مستوى السكر مضبوط أثناء الكشف وأثناء العملية، ويتم فحص الشبكية بشكل دقيق. امم. بعد ذلك ممكن الطبيب يحدد إنه يتعمل له تصحيح أو لا. امم. في بعض الناس اللي بتأخذ أدوية معينة، زي في أدوية اسمها مثلا الروكتان، اللي هي للجلد أو للبشرة الدهنية، هذه اه. بتسبب جفاف. فمع تصحيح النظر نسبة أو مستوى الجفاف حيزيد، وأصلا الفحوصات ما حتكون دقيقة 100%، لأنه بيكون في تغيرات بسبب الجفاف في سطح القرنية. امم. فهذول برضو بنديهم وقت أو مسافة 3 أشهر أو كده، بعد ما يوقفوا الدواء ممكن نعمل لهم التصحيح. الناس اللي عندهم التهابات في العين أبدا ما نمسك العين أو ما نعمل لها أي عملية والعين ملتهبة، امم. يتعالج من الالتهاب ثم بعد ذلك نعمل تصحيح النظر. ممتاز جدا. طيب هنعرض الآن الصور اللي موجودة معانا في موضوع الليزك والقرنية، وحضرتك تتابعي معانا. طيب احنا أول صورة معانا، اشرحي لنا الصورة دي ايه ووضع القرنية فيها ايه؟ آه دي صورة نوع من أنواع تصحيح النظر اللي هو مم. الليزك. اه. بيعملوا قشرة من القرنية. طيب، بيرفعوها وبيضربوا ليزر ويرجعوها تاني، ده اللي يسموه ليزك. مم. يعني هي طيب العملية ده مش نوع من نوع أنواع. واحد يا دكتورة، يعني في أكتر من نوع اللي لا لا، هي في أكثر في أكثر من نوع. عندك التقليدي اللي هو في BRK. طيب هذه أيوه. شوية كانت من أوائل العمليات اللي طلعت. بعد كده عندنا الفيمتو ليزك أو الليزك التقليدي اللي هو نفس الصورة. أيوه. بعد كده في حاجة اسمها الفيمتو سمايل، دي أحدث واحدة. أحدث حاجة. طيب بتختلف ايه عن السابقتين؟ ما في اختلاف جذري. هو صراحة كل مريض عنده عملية تناسبه وعملية لا، فبعد مم. الفحوصات يخير الدكتور إذا بتناسبه أكثر من واحدة. طيب أحيانا بتختلف بس في التكاليف المادية، هذه واحدة. مم. بالنسبة للسمايل شوية موضوع الجفاف عندهم قليل، يعني اللي بيعملوا سمايل ما بيعانوا من جفاف العين بشكل كثير. مم. بس وكل شخص وكل فحوصات أو تناسبه نوعية معينة أو يناسبوه كلهم، وبعد كده هو يختار. هذا مم. هو. طيب حضرتك قلتي ان مرضى المية الزرقاء وبعض الاشخاص اللي قلتي ان هم ليهم تحاليل او ليهم فحوصات خاصة بيهم قبل دخول العملية، وهنحدد سواء هيسمح ليهم او لا. طب خلينا نتكلم عن الناس اللي في النورمال الطبيعي. ايه هي الفحوصات مم. العادية اللي الشخص الطبيعي المسموح له بالعملية المفروض بيعملها قبل دخوله للعملية؟ أول شيء النظر، بنعمل فحص نظر كامل.
بنعمل تصوير القرنية، بنشوف هل سماكة القرنية ينفع إني أنا أعمل له تصحيح نظر ولا لا، تحدب ينفع أعمل له تصحيح نظر ولا لا. بعد كده بنفحص قاع العين والجزء الأمامي من العين. طبعا بعد ما تاخدي هيستوري كامل، إذا كان بيستخدم أدوية، بيستخدم قطرات، إذا في أمراض وراثية في العائلة، صحته بشكل عام كيف. بس هذه هي. بعد كده الدكتور يقرر ينفع له يعمل تصحيح أو لا. تمام. طيب نعرض الصورة الأخرى معانا ونشوف شرح حضرتك والتعليق عليها، لأن احنا كمان عايزين نشوف بعض الإيجابيات والسلبيات اللي اتكلمت عن عمليات تصحيح النظر. طيب خلينا نتكلم عن الصورة دي يا دكتورة. دي برضو صورة اللي هي الليزك، اللي هي بقول لك برضو نفس النوع. المرة الصورة اللي فاتت بنشيل جزء من القرنية وبيضربوا ليزر ويرجعوها تاني. هذا اسمه فيمتو ليزك. تمام. طيب نشوف اللي بعدها، نشوف الصورة الأخرى. عندك هذه قرنية عادية اللي هي على اليسار، والقرنية الثانية اللي هي القرنية المخروطية. أصحاب هذا المرض ما يتعمل لهم عمليات تصحيح نظر عادية، لهم عمليات خاصة فيهم. بتكون أكثر دقة شوية عن عمليات الليزر المعروفة؟ بتكون نوعية مختلفة تاني، مش ليزر يعني. ما في تصحيح يعني. أنا ما حصحح له حيبطل النظارة، لا، أنا حعالجه. هذا علاج. عمليات تصحيح النظر تكون تجميلي، أنت حتشيل النظارة، حتشيل النظارة فقط. بس هذول لا، يبغى لهم علاج. تمام. الصورة الأخيرة اللي معانا تقريبا عن القرنية المخروطية، وأيوة دي صورة بس. أنا كنت عايزة أوري المشاهدين القرنية عشان التصحيح شكل القرنية بيتم أصلا، بس واللي في بيتم فيها الجزئية. إيه؟ أيوة، هو اللي بيتم فيها التصحيح، هي اللي نضرب فيها ليزر وهي اللي حتتشال منها الطبقة. فهذا هو ما يسمى بالقرنية في العين، لأنه مو كل الناس بتعرف، لأنه هو جزء شفاف جدا ما يبان. ففي ناس ما تحسب مثلا العملية تتعمل في العدسة أو في جوا العين، لا، هو بيتعمل فقط في القرنية. طيب يا دكتورة، من هنا بقى المكان اللي بيتعمل فيه العملية هو ده اللي خلى بعض الأطباء تتكلم عن سلبيات عمليات تصحيح الإبصار أو الليزك، إن هي بتخلي القرنية رقيقة، بتاخد منها جزء، فبالتالي العين لا قدر الله ممكن لو اتخبطت يعني خبطة عادية الأول كانت ممكن ما تتأثرش، بعد عمليات الليزر ممكن تتأثر وما إلى ذلك من كلام. خلينا نشوف هل الكلام ده صحيح ولا لأ، وخلينا نبدأ بالسلبيات، سلبيات العملية، وبعدين نتكلم عن إيجابياتها. طيب بالنسبة لسلبيات العملية، ما في ديك السلبيات الكثيرة، ولكن أهم سلبية اللي هي جفاف العين. أيوة. في مش كتار بس بيشتكوا من جفاف العين، وأحيانا بيكون مزمن، وأحيانا بيستخدموا القطرات لشهور طويلة، أو يكملوا حتى استخدام القطرات. بشكل عام حاليا الجميع مع الأجهزة والمكيفات وتغييرات الجو بيستخدم قطرات الترطيب، بس اللي بيعمل عملية في أوائل الشهور بيعاني من جفاف، وبعد كده بيمشي بفضل الله تعالى يعني. السلبية الثانية إنه يعني المريض لازم يكون صابر على النتيجة، ما يتوقع إنه هو يسوي عملية ويصحى أوكي هو بيشوف تمام، بس في حاجات زي ما قلت لك الجفاف، يكون في هالات حول الضوء، أحيانا الدنيا بتغبش وبعدين بترجع. هذا بس في الشهور الأولى، وبعد كده إيش تتسهل أموره. في مرضى بنسبة قليلة جدا، بنسبة قليلة جدا يحتاجوا إن إحنا نعيد لهم تصحيح النظر مرة ثانية. تعاد العملية مرة أخرى؟ تعاد العملية مرة أخرى، ولكن بنسبة قليلة مش كتير. غالبا بيكونوا خلاص خلصوا ومبسوطين، بس تحصل. طيب ده مش بيخلي القرنية يعني سمكها يقل زيادة؟ يعني هو قل في العملية الأولى والعملية التانية بيقل أكتر؟ ما هو عشان كده انت لما تختار مريض تعمله تصحيح نظر بتختار مريض قرنيته قادرة تتحمل. انا ما اجيب واحد اصلا قرنيته ما هي سميكة او نحيفة مرة واسوي له عملية تصحيح. ان كيس حصل لي حاجة انا ما حقدر اتضرر. ففي اللي هو سمك معين انت المفروض ما تنزل منه، عشان لا سمح الله لو حصل حاجة تقدر ايش تتلافاها وتعمله العملية الثانية وما يتضرر المريض. بالضبط.
طيب نتكلم عن الإيجابيات، ما هي إيجابيات عمليات تصحيح الإبصار أو الليزر أو الليزك؟ تصحيح جودة حياة المريض، تحسينها. اللي بيمارس، اللي عايز يسبح يسبح، اللي عايز يلعب كورة يلعب كورة. مم. النظارة طبعا بتكون عائق في الموضوع ده. طبعا طبعا. في أيوة، في ناس عندهم حساسية مثلا من مادة النظارة نفسها، مم. هذول برضو بيرتاحوا من النظارة. في ناس بيتعبوا من العدسات اللاصقة إنهم هم يلبسوها ويطلعوها، ويبغى بالظبط لها حرص وعناية ونظافة. بالظبط. هذه الأشياء كلها حتخلص. برضو من الناحية الاقتصادية تصحيح النظر هي عملية وتتسوى وخلاص. لكن غير النظارة وخصوصا العدسات أنت حتقعد تغير وتغير بالظبط. وتغير، فبيريحوا من الناحية الاقتصادية مم. أحيانا. مم. بالنسبة في ناس يحسوا الشكل الجمالي، يعني بالظبط يسووا فعلا عملية فعلا. بيرتاحوا مبسوطين، أيوة. مم. بيشيلوا النظارة وحياتهم تكون حلوة. بالظبط. طيب خلاص عملنا العملية، مم. أبرز النصايح والإرشادات اللي المفروض ناخد بالنا منها بعد العملية، مفروض ممنوع إيه، مفروض تنتبه لإيه، ما نعملش إيه، خلينا نشوف التفاصيل دي مع حضرتك. بعد العملية أهم شيء ممنوع فرك العين منعا باتا. يفضل إنه مم. ما يفرك عينه. طيب، في أوائل الأيام بس ما يدخل موية أو صابون في العين. يوخر من الأبخرة، البخور، الأشياء هذه. مم. الطبخ مثلا إذا كانت ست تطبخ، هذه اه. كلها بتوقف منها أتليست أول أسبوع، بس الدكتور مم. يطمن على العين مم. وكذا. مش أسبوعين أهم شيء ثلاثة كده الالتزام للستات يا بالفترات. دكتورة أسماء؟ يعني أسبوعين ثلاثة أربعة عادي نقعد بره المطبخ ما نطبخش أنا عن نفسي ما بديهم نعملش شهر، حاجة. بديهم شهر. ممتازة، ربنا يبارك فيك يا دكتورة. حلو لا، قوي شهر أنا كده. عن نفسي بديهم شهر. ممتاز. حلوة. آه زي كمان، صلى الله على محمد، الله عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا أهم في حاجة في طبعا، حاجات احنا كده وقفنا عندها بتاعة بيوصل. المطبخ دي فوقفنا خلاص. أيوة. بس ما في في أوائل الأيام بيوخروا من الأجهزة اللي هي الإلكترونية. اللي هو التليفون مش مرة يعني واللابتوب. مم. بيستخدموها بس بحساب، يعني مو بشكل دائم. إلى مم. برضو زي ما قلت لك، بس أول أسبوع الدكتور يطمن على العين ويلتزموا بالقطرات اللي معه. اه. مفيش نصايح بالنسبة ما في حاجة ممنوعة، في حاجة يكتر منها، ولا الأكل ملوش علاقة؟ لا لا لا، ملوش علاقة، عادي ياكل زي اللي يبغاه يعني. مم. ممتاز جدا. أنا بشكر حضرتك جدا في النهاية دكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصريات، على وجود حضرتك معانا وعلى الطرح المميز ده، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات متجددة مع حضرتك مرة أخرى، وندعو الله سبحانه وتعالى بالسلامة لكل المشاهدين والمتابعين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.